اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين سيما المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين واجعلنا منهم يا أكرم الأكرمين. اليوم أيضا نحن مع ضيف كبير وهو دكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع، أستاذ الثقافة الإسلامية في أكثر من جامعة، هو الأمين العام والمساعد الأمين المساعد للهيئة العالمية للتعريف بالرسول صلى الله عليه وسلم ونصرته في رابطة العالم الإسلامي. نرحب بكم فضيلة الشيخ. مرحبا بكم وأهلا. شنوندگان محترم، امروز هم با یک مهمان مهم هستیم. همچنان که اسمشون رو شنیدید، دکتر خالد بن عبدالرحمن الشایع، استاد فرهنگ اسلامی در بیشتر از یک دانشگاه تدریس میکنه و در ضمن مساعد مدیر کل گروه جهانی برای دفاع و تعریف از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در رابطه عالم اسلامی که کنفرانس اسلامی هم در اونجاست. و در این سه چهار روز گذشته 3 تا مهمان مهم داشتیم که برنامه عربی منو که دوبلاژ فارسی هستش با اینا شروع کردیم. دکتر سعد بوریک مهمان من شما بود، دکتر آیز قرنی مهمان من شما بود، دکتر خالد شایع هم امروز مهمان من شماست. در برنامه‌ای که اسم این برنامه یا موضوع این برنامه عموماً همگام با علمای عرب یا دعوتکاران عربه. موضوع را که امروز بررسی میکنیم دور شباب الشیعة في إزالة خرافات الشیعة او منتشره بین الشیعة، نقش جوانان شیعه در مبارزه با خرافاتی که در میان شیعیان هست. مرحبا بكم فضيلة الشيخ. مرحبا. موضوع قيم. ومتى جئتم أنتم هنا في لندن وماذا تريدون وماذا تفعلون هنا في لندن؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء مباركا وأن يجعلنا فيه موفقين لكل خير، وأسأل الله جل وعلا وهو الرحمن الرحيم أن يدلنا جميعا على الخير وأن يهدينا إليه وأن يثبتنا عليه. أقول جميعا نحن من أهل السنة أو من الشيعة أو من كل أهل الأرض، فإن الهداية مطلب يجب الحرص عليه، لأن الله سبحانه وتعالى قد حكم على كل أحد بالضلال إلا من اتبع سبيل الحق الذي جاء به الأنبياء والرسل صلى الله عليهم وسلم تسليما كثيرا. وقد قال ربنا جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فهذا يدلنا أيها الإخوة والأخوات على أنه ينبغي أن نكون حريصين غاية الحرص على تلمس سبيل الحق. وسبيل الحق إما أن يكون من خلال القرآن العظيم أو من خلال سنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ثم أما عن سبب المجيء فهو في جملة من الأمور، ومن أهمها هو اللقاء بإخوتنا المسلمين وأن نتدارس وإياهم ونتعلم ونتذاكر في الله جل وعلا، ويكون هذا السبيل من جملة ما يثبت به بعضنا بعضا على هذا الدين العظيم، والله المسؤول أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال. جزاكم الله خیر. دعا میکنند که خداوند این دیدار رو در این برنامه مبارک ما موفق کنه و همه ما و شما را به خیر دلالت و راهنمایی کنه. میگیم با چه اهل سنت باشیم چه شیعه باشیم، برای همه ما هدایت موضوع مهمی است. خداوند همه مردم گمراه نامیده مگر کسانی را که از خدا و رسول پیروی کنند
ولذا فرموده و ما اکثر الناس ولو حرص بمؤمنین، اکثر مردم اگرچه ای پیامبر تو خیلی حرص و آزم بورزید ایمان نمیارن. و اگر مطیع اکثر مردم در زمین بشید و ان تطیع اکثر من فی الارض، اگر مطیع اکثر مردم در زمین بشید یضلوک عن سبیل الله، از راه خدا گمراهت میکنن. و ایشون استدلال میکنه از این آیه که ما باید در جستجوی حق باشیم و حق همونیست که خداوند گفته، کتاب خدا و سنت رسول الله. ما همه باید دنبال حق و حقیقت باشیم و خداوند همه رو گمراه نامیده مگر اون چرا که خود نازل کرده در کتابش یا بر پیامبرش. و سبب آمدن ما در لندن دیدار با مسلمانانه تا با همدیگر رو ملاقات کنیم و همدیگر رو نصیحت کنیم و اینکه این دیدارها با همدیگه ما را بر حق و حقیقت ثابت قدم نگه داره. أي نعم. نعم، أقول يعني موضوعنا حول دور شباب الشيعة في إزالة الخرافات والبدع ونبذها. وبالمناسبة شيخنا الكريم، يعني ليس دورهم في نبذها فقط من عند الشيعة، لأن البدعة أينما وجدت، سواء عند أهل السنة، وجدت عند غير المسلمين، في أي مكان البدعة مرفوضة وممنوعة، وخاصة البدع التي يعني تؤثر في الاعتقاد الصحيح وتخالف العقل. وحينما نقول دور شباب الشيعة، لأننا ولله الحمد نحن الآن في عصر المعلوماتية، عصر الثورة المعلومات، الذي صارت المعلومة اليوم تنتقل من أقصى العالم إلى أدناه، وبالإمكان أن يتلمس الإنسان الحقيقة وأن يجدها، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وهو أيضا مما يسره الله جل وعلا من علوم هذا القرآن العزيز، لأن الله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه الكريم: لأنذركم به ومن بلغ. وكل أحد يدرك أن هذا القرآن الكريم، أعني من أهل الإسلام، يدركون أن هذا القرآن الكريم هو الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ولذلك إن الشيعة، بل أقول إن الشباب، لأن عندهم الدافعية، عندهم الاستعداد، عندهم النشاط في مثل هذا الأمر، وهذا هو الواقع. وجدنا أن الذين يتجهون إلى الحق وإلى نبذ التطرف هم الشباب على وجه الخصوص. میگه که شیخ عزیز ما بدعت در هر جا که باشه مورد انتقاده، چه در نزد ما سنیان باشه یا چه در نزد شیعیان باشه، برای که بدعت ها بر عقیده درست تأثیر میذاره و اونو ویران میکنه. ما وقتی میگیم جوانان شیعه، برای که ما الان در عصری زندگی میکنیم که عصر کامپیوتر و اینترنت و وسایل ارتباط جمعی است و هر انسانی میتونه خیلی راحت حقیقتی رو با جستجوی اندکی به دست بیاره و اون چرا که الان از علوم خداوند میسر کرده، این کمک میکنه که ما سریعتر به حقیقت برسیم. و هر مسلمانی میدونه که این قرآن هم برای مسلمان هاست و هم برای غیر مسلمان هاست. لأنذرکم به و من بلغ، تا با این کتاب من شما را انذار بدم و به هر کسی که رسیده باشه. چون جوانان فعالترن، استعداد بیشتری دارن در قبول حق، ولذا خطاب من به جوانانه که در جستجوی حق و حقیقت باشن. أي نعم. أيضا أقول إن من خلال الواقع أيضا واللقاء بعدد من شباب الشيعة، لاحظنا أن عندهم ولله الحمد تطلعا إلى تلمس الحقيقة وإلى معرفة أماكنها ومعرفة مواضعها، لأنه لم يعد اليوم مقبولا لدى كثير من شباب الشيعة
تلك الاتجاهات والأفكار والمبادئ التي يدعو إليها كثير من مراجعهم. فعلى سبيل المثال نحن نسمع عن زواج المتعة، وهذا الزواج صار مرفوضا اليوم ولله الحمد بين الشباب والفتيات على وجه الخصوص، لأن الفتاة الشيعية ترى أن هذا الزواج ما هو إلا انتهاك لحقوقها وتلاعب بمشاعرها. فهذا الزواج، زواج المتعة، ينتهك عرضها، وأيضا يؤدي إلى أنها لا تحقق ذاتها ولا تحقق مستقبلها ولا تبني البيت الذي ينبغي أن يبنى على علاقة كريمة وعلى تواصل يقصد به جملة من الأمور، وليس المتعة فقط وليس الجنس فحسب، وإنما يقصد به أن يبنى هذا البيت الذي نعبد الله تعالى فيه على شرعه سبحانه وتعالى. أين هذا المبدأ الذي هو موجود أو أقصد على وجه التحديد ينادي به، وهو مكتوب في عدد من مراجع الشيعة، أين هو عن منهج أئمة آل البيت عليهم الصلاة والسلام؟ فعلي رضي الله عنه أمير المؤمنين وإمام كريم يرفض مثل هذا المبدأ. وهكذا إذا رأينا في سيدات بيت النبوة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هل يمكن أن يقبل مسلم بأن يقول إن السيدة الكريمة الجليلة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت يمكن أن تقبل مثل هذا الزواج؟ لا يمكن أبدا أن يقول بمثل هذا أحد يحب الله ورسوله ويحب آل بيته الكرام. وبهذا نعلم أن هذا الاتجاه لإقرار مثل هذا الاعتقاد وهذه الجريمة في حق بنات الشيعة وفتيات الشيعيات، أن هذا ظلم عظيم لهن. ومثل هذا الحوار العقلي المنطقي الذي نرتبط فيه بمنهج آل البيت عليهم الصلاة والسلام، وهو المنهج الذي يلتقي مع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومع منهج الصحابة الكرام الذين كانوا يعظمون هذه السنة ويعظمون آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مثل هذا الحوار يساعد، أو هذا التصور، على أن نكتشف أن هذا المبدأ وأمثاله يمكن أن يكون مقبولا في دين الإسلام أو أن يكون مرفوضا. بارك الله فيك. میگی من از خلال واقعیتی که جوانان شیعه درش به سر میبرند ملاحظه کردم که بسیاری از اونها دنبال حق و حقیقتن و در میان بسیاری از اونها این مقبول نیست که اون چرا که مراجع میگویند یا بعضی از مراجع میگویند اونو بپذیرند. امروز بسیاری از جوانان شیعه این حرفها رو که بدعت باشه نمیپذیرند. به عنوان مثال نکاح موقت، متعه، با وجودی که در میان کتب مراجع هستش، لیکن در میان بسیاری از جوانان بخصوص دختران این مورد قبول نیست، بلکه انتهاک ارث اونهاست. و خانواده‌ای که بر مبنای ارتباط سالم نباشه نمیتونه موفق بشه. و یا خانواده بباشین، خانواده جز بر مبنای یک ارتباط سالم و شرعی و کریم درست نمیشه، نه با این ارتباط های موقت. ما خداوند را به شرعش عبادت میکنیم که در شرعش چنین چیزی نیست. خب این بدعت هایی که مراجع شیعه میگن، آیا اهل بیت پیامبر علیه السلام این چنین بودن؟ علی رضی الله تعالی عنه که امام بزرگواری است متعه رو رد میکنه و همچنین بقیه بدعت ها رو، و هاکذا بقیه اهل بیت این بدعت ها رو رد میکنن
سید فاطمه رضی الله تعالی عنها آیا چون ازدواج رو میپسنده؟ به بنا به این آرا ما میدونیم که این اعتقادات و این باورها در حق دختران شیعه یک جرمه، یک جنایته. و همچنین مهمتر از این که نه رسول خدا صلی الله علیه وسلم به اون اجازه داده و نه صحابه پیغمبر و نه اهل بیت پیغمبر. چنین تصوری و چنین گفتگویی باعث میشه که مردم روشن بشن و مردم که روشن بشن آلت دست دیگران قرار نمیگیرن. سوالی که الان من ازشون میکنم، فضيلة الشيخ، الثورة الإيرانية التي قادها الخميني لبست لباس التشيع، وأنا أسمي مراجع الشيعة مدعو التشيع حتى لا نهين الشيعة، حتى لا نهين عامة الشيعة الذين يحبون آل البيت، ولذا أنا أسميهم مدعو التشيع. هل برأيكم مدى تقبل الشباب الشيعة في العالم العربي لأهداف هذه الثورة، ومنها من أهداف هذه الثورة كما نشرناه منذ عام 98 في الخطة الخمسينية، يقول نحن جربنا الحرب مع صدام حسين رحمه الله، إسقاط 1000 صديق أهون علينا من إسقاط عدو واحد، ولذا يجب أن نتغلغل في هذه البلاد، نكون علاقات حميمة مع الحكام، ثم ندمر المجتمعات من الداخل، بمعنى نوقظ جماعاتنا أحزابنا في داخل هذه البلاد، ثم ننشئ خلاف بين العلماء والحكام حتى المجتمع لا يكون آمنا والتجار يهربون وما إلى ذلك، والخطة مشهورة. ما مدى تقبل هذه الآراء بين الشباب الشيعة في العالم العربي برأيكم؟ نعم، قبل أن آتي معذرة أترجم السؤال فقط. طيب. سؤال من این بود که با خمینی لباس تشیع پوشید و به نظر شما جوانان شیعه در دنیای عرب تا چقدر به اهداف این انقلاب، بخصوص اونچه را که در نقشه های 50 ساله منتشر کرده بودند که ما باید بین در جنگ و تجربه کردیم بین حکام یا انداختن 1000 تا حاکم دوست ارزونتر از انداختن، از بین بردن، نابود کردن یک حاکم دشمنه، ولذا ما باید با کشورهای عربی و کشورهای اسلامی رابطه برقرار کنیم، رابطه دوستی برقرار کنیم و اینا را از داخل بندازیم، بین علما و حکام اختلاف بندازیم، بین تجار و سرمایه‌داران و حکام همچنین، تا اینکه جامعه نامطمئن بشه، اینجا و اونجا انفجار ایجاد بکنیم، بعدش جامعه که مطمئن شد ما سرمایه ها رو بکشیم به طرف خودمون. و این نقشه رو در عراق و افغانستان کاملا تطبیق دادن. ای نعم. نعم. بداية أقول يعني أن الثورة الإيرانية حينما لبست لباس التشيع فهذا ادعاء منهم، وأرادوا ركوب الموجة أو أرادوا استغلال هذه العاطفة التي توجد لدى ملايين الشيعة. ونحن حتى نكون عادلين ونكون منصفين، فإن كثيرا من الذين يعتقدون اعتقاد التشيع لا يصل بهم التصور للمعتقدات الباطلة التي فيها يعني اتهام القرآن الكريم، أو فيها الاعتقادات التي فيها مصادمة لمقتضيات العقيدة الإسلامية التي جاء بها نبي الهدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
وبخاصة إذا أدركنا أن بداية التشيع في هذه الأمة الإسلامية لم يكن على مثل الحال التي عليها دعاوى المعاصرين وخاصة المراجع الشيعية. فإن التشيع في بداية هذه الأمة الإسلامية أول ما ظهر لم يكن فيه هذه الاعتقادات الباطلة التي يعني فيها مثلا القول بأن القرآن الكريم محرف، التي فيها ادعاء أن علي رضي الله عنه وأرضاه كان أولى بالنبوة من محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن جبريل أخان الأمانة إلى غير ذلك. لم يكن هذا موجودا أبدا، ولم يكن يخطر في بالهم. إنما كان التشيع الذي ذكر في عند السلف رحمهم الله أن تقديم الإمام علي رضي الله عنه على الإمام عثمان رضي الله عنه في الخلافة. ومثل هذا التقديم كان العلماء يصفونه بأنه حينما يعتقده أحد يقول كان فيه تشيع. أما أن يصل الأمر إلى هذه الاعتقادات الباطلة كمثل سب الشيخين أبي بكر وعمر وكمثل ما أشرت إليه قبل قليل، فهذا لم يكن موجودا أبدا. ولذلك أقول إن الثورة الإيرانية للأسف أنها أساءت إلى مبدأ التشيع، وأنها أساءت إلى ملايين الشيعة، لأنها اتجهت بهم اتجاها خطيرا يؤدي إلى اختلال الأمن، يؤدي إلى إيجاد الحروب، يؤدي إلى اختلال الاقتصاد، يؤدي إلى الحياة البئيسة. ولذلك بالإمكان أن نسأل جموع الشيعة سواء كانوا من العرب أو كانوا من الفرس ونقول ماذا بعد اليوم بعد أن قطعت الثورة الإيرانية ما قطعت من مشوار من بدايتها؟ ما هو حال الشيعة في إيران؟ هل وجدوا العيش الرغيد؟ هل وجدوا الاقتصاد الذي يمكنهم من الحياة الكريمة؟ هل وجدوا أمنا ورخاء؟ هل وجدوا حبا لدولة إيران في العالم؟ أم أن الأمر بعكس ذلك؟ لا يكاد أن يوجد بيت في إيران إلا وفيه مأساة، لا يكاد أن يوجد بيت في إيران إلا وهو يعيش القلق من المستقبل. لقد آن لشباب الشيعة أن يتلمسوا الطريق الآمن الذي يعيشون من خلاله في سلم مع الكل، لا أن تكون مجتمعاتهم مجتمعات متوترة قابلة للحرب في أدنى لحظة. استوقف عند هذا ثم أكمل. جزاكم الله خیرا. دیگه حتی ما اینکه انصاف رعایت کنیم باید بدونیم که بسیاری از کسانی که معتقد به تشیع هستند عقیدهشون تا این حد که بعضی از مراجعشون اعتقاد دارن فاسد نیست. تحریف قرآن رو قبول ندارن مثلا. و بخصوص اگه توجه کنیم که تشیع که در ابتدا شروع شد با تشیع که امروز معاصران یا مراجع معاصر بهش اعتقاد دارن تفاوت کلی داره. در ابتدا تشیع مبناش بر اعتقادات باطل نبود، مبناش بر تحریف قرآن نبود، مبناش بر اولا بودن علی بر پیامبر که بعضی از فرقهای شیعه البته میگن اینو که جبرئیل خیانت کرده. این مخصوص بعضی از فرقهای شیعه، هم شیعه اثناعشری من نشنیدم اینو بگن و باقی اعتقادات باطله. اما در نزد سلف و گذشتگان تشیع فقط تقدیم امام علی بر امام عثمان بود. این اسم شیعه تشیع بود، اما بعدها به طور کلی عوض شد. و اما انقلاب ایران برای شیعه و تشیع بسیار بد بود. اونها رو به سوی جنگ و ناامنی و تخریب اقتصاد و تخریب جامعه کشون، که هم زندگی رو بدبخت کرد و فلج کرد و هم جامعه رو. من به همه شیعیان از ایرانیان و عرب میگم، این سوال میپرسم که آیا بعد از انقلاب ایران وضع
زندگی شیعیان بهتر شد، اقتصادشون بهتر شد، امنیتشون بهتر شد، دولتشون در جامعه جهانی محبوبتر شد. و ما میدونیم که در هر خانه‌ای و خانواده‌ای در ایران ایشون میگه فلاکت و بدبختی روی آورده که از آیندهشون اطمینان ندارن و با این بیچارگی ها آیا بهتر نیست که جوانان شیعه دنبال صلح باشند، دنبال همزیستی و مسالمت آمیز با دیگران باشند؟ آیا این بهتر نیست؟ أي نعم. وأقول يعني أن شباب الشيعة ينبغي أن يكون لهم دورهم أيضا في تحقيق الاستقرار لشعوبهم، لأن عدد الشيعة اليوم سواء كانوا في إيران أو في دول الخليج أو في غيرها عدد لا بأس به، ولا يصح بحال أن يعيش هذا العدد في حالة اضطراب وفي حالة خوف وفزع. فإذا كانت أوروبا على سبيل المثال قد خاضت الحروب والمشكلات الكثيرة مع اختلاف في يعني اتباعهم للمذاهب النصرانية، فإنها اليوم جاءت لتتحد ولتتوافق لأجل أن يعيشوا في سلام، هذا وهم على هذا الدين النصراني. فنحن أيضا من باب أولى نقول، خاصة الشيعة العرب، يجب أن تتأملوا بأنه لا يصح بحال أن يأتي من يتبنى مذهب التشيع لأجل أن يطعن في هذه المجتمعات، لأنه يريد أن يجعل عقيدة التشيع منطلقا لتحقيق مصالح خاصة. وهذا لو نظرنا أردنا أن يعني نلمسه على أرض الواقع، فمثلا الأموال التي يحوزها مراجع الشيعة من خلال ما يفرضونه على أتباعهم، في واقع الأمر لا يستفيد منه إلا هم، ولا يبنون به خدمة للدين، ولا يبنون به خدمة لمنهج أئمة آل البيت عليهم الصلاة والسلام، وإنما يستمتعون بها هم ويكنزونها في أرصدتهم ليجعلوها مجالا لاستمتاعهم. أيضا حينما يشيعون عقيدة المتعة وأن ينالوا من النساء ما يشاءون، ونجد أن البعض بسبب جهله في زمن مضى، ولا نعمم لأنه ليس كل الشيعة يقبل ذلك، وليس كل الشيعة يتنازل عن عرضه، وإنما بعضهم كانوا يظنون هذا من الدين لأنهم أحسنوا الظن في مراجعهم. فأقول إن هؤلاء المراجع الذين هم على هذه العقيدة الباطلة هم الذين يستمتعون استمتاعا محرما ظالما باغيا بهؤلاء الفتيات الشيعيات وللأسف الشديد. ولذلك قد آن الأوان لشباب الشيعة سواء كانوا في إيران أو كانوا من الشيعة العرب على وجه الخصوص أن يعيدوا النظر في اتجاه قيادة التشيع، هل هو مما يخدم منهج أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أم أنه يؤدي إلى تشويه هذه العقيدة وإلى نظر العالم لها نظرا بائسا شانئا مبغضا. ولذلك نجد على سبيل المثال ما يكون في يوم عاشوراء من تعذيب النفس وطعن الجسد وإغاقة الدماء، ظنا أن هذا هو الذي يدعو إليه أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فهذا أبدا لا يمكن أن يقبله العقل أن ينسب إلى علي رضي الله عنه ولا إلى منهج آل البيت. ولذلك فهو يشوه اليوم صورة الإسلام. وأذكر أني كنت أتحاور مع بعض غير المسلمين فقال لا يمكن أن أقبل بدين يحثني على إغاقة دمي ويظن أن هذا هو الانتصار للإمام علي رضي الله عنه ومشاركته أو مشاركة السيدين الكريمين الحسن والحسين أو بقية الأئمة في فاجعة قتله رضي الله عنه وارضاه. أبدا لا يمكن أن يكون ذلك كذلك. ولهذا فإن الثورة الإيرانية خلاصة القول استغلت هذا المنهج لأجل أن تشيع مبادئها ولأجل أن تستغفر الشعوب. واليوم قد وجدت اليقظة في بين عدد من الشباب الشيعة ومن فتياتهم، ولا أقول هذا جزافا، لقد التقيت بعدد منهم وكان الحوار أنهم يقولون لقد أدركنا
أن أئمتنا ومراجعنا يقودوننا إلى الهاوية، لكن لا زال سلطانهم قويا، وربما تعرض من خالفهم للقتل والاغتيال. جزاكم الله خير. میگه جوانان شیعه نباید در حالت اضطراب زندگی کنند و این عقاید و اندیشه ها به اضطراب میندازه. میگه اروپا رو نگاه کنیم، با اختلاف مذاهب و طباع و فرهنگی که داشتن چطور تونستن بر اساس صلح و اتحاد زندگی کنند. و بخصوص به شیعیان عرب میگه که دوستان تلفن من باز میکنم برام که 10 دقیقه دیگه انشاءالله، که چطور ایران بر اساس تشیع میخواد جامعهشون رو خراب کنه ولی به منافع خودشون برسن. آیا مراجع شیعه اموالی که میگیرن در راه خدا مصرف میکنن، در خدمت دین مصرف میکنن، یا برای منافع شخصی خودشون و بانکهای خودشون؟ بدون شک اینها روش اهل بیت نیست. و همچنین مطاعی که انجام میدند، من نمیگم همه شیعیان خدای نکرده، تعمیم نمیگم که چنین کاری بکنند، ولی بعضی ها به خاطر خوشگمانی که به مراجع داشتند و دارند گرفتاری مصیبت ها هستند. آیا این یک ظلم و جنایت و تعدی به شیعیان نیست؟ جوانان شیعه باید در رفتار و گفتار و کردار رهبری تشیع تجدید نظر بکنند. آیا اعمال اینها و افکار اینها روش ائمه علیهم السلام و به اضافه نگرش سیاه جهانیان رو نگاه کنی به اونها، اون چه در عاشورا رخ میده از زنجیرزنی، خونریزی، آیا علی چنین کاری کرده؟ آیا هیچ عقلی اینو میپذیره که علی چنین کاری بکنه؟ اینها تخریب چهره اسلامه. میگه من با بعضی از غیر مسلمانان گفتگو کردم، گفتم ممکن نیست که ما دین رو قبول کنیم که این چنین خونریزی بکنه، خون خودشو بریزه. انقلاب ایران از این فرهنگ سوء استفاده کرد و عوام فریبی نمود، ولی ما امروز میبینیم که بعضی از شیعیان، بسیار از شیعیان بیدار شدن و دیگه نمیتونند این افکار رو بپذیرند. میگند که ما الان فهمیدیم که چطور مراجع ما رو به سوی جهنم میکشونند. فضيلة الشيخ، ينظر الشيعة إلى أهل السنة بأنهم ظالمون ومبغضون لأهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، فما هو منطلق أهل السنة نحو الشيعة؟ سؤال من اینه که شیعیان به اهل سنت میگند که حکومتشون حکومت ظالمه، یا ظالمون لهم، اصلا اونها بر شیعیان ظلم میکنه و شیعیان رو دوست کراهت دارن. اهل سنت در این مورد چی میگن؟ هل حقیقتا الشیعة في البلاد العربية في السعودية أو في دول الخليج مظلومون مثل أهل السنة في إيران مثلا؟ نعم، أجيب وأقول أنا أريد أن نوضح المنطلقات لدى أهل السنة والجماعة التي استنبطوها من القرآن ومن السنة ومن منهج الصحابة رضي الله عنهم ومن منهج آل البيت في التعامل مع الجميع، مع كل من خالفهم. ولا أنظرها إلى هذه القضية باعتبار قطر دون قطر أو دولة دون دولة أو زمان دون زمان، لكن الذي قرره أئمة أهل السنة والجماعة
وهم الذين يعني يأخذون هذه المبادئ من القرآن والسنة ومما أثر عن الصحابة وعن آل البيت الكرام رضي الله عنهم وعلى أئمتهم، وهو أن من خالفهم ينظرون إليه نظر الرحمة ونظر العطف والحرص على أن نكون جميعا محققون لمراد الله جل وعلا منا. فالهدى والحق والعدل هو متطلبنا مع الكل، حتى مع غير المسلمين من النصارى واليهود وغيرهم، فإن الله سبحانه وتعالى ابتعث نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كما قال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم مع المخالفين من أهل الكتاب ومن عموم المشركين ومع من آذاه صلى الله عليه وسلم أنه كان منهج الرحمة، منهج العدل، منهج يحرص على أن يوصل الحق إلى أهله وأن يدلهم على الخير. ومن هنا فإن الخلاف مع الشيعة بالنسبة لأهل السنة ينطلق فيه أئمة أهل السنة، ونحن لا نقف هنا مع تصرفات الأفراد، لكن نوضح المنطلق الأساس الذي يقرره أئمة أهل السنة والجماعة، وهو العدل معهم، العدل مع الشيعة، لأن الشيعة ليس كلهم على منهج واحد ولا على طريقة واحدة، فمنهم من هو قريب إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة وأئمة أهل البيت، ولا شك أن هذا هو الذي ينبغي أن نحرص عليه جميعا للوصول إليه. هناك من الشيعة من هو غير معتقد للأباطيل وليس في نفسه يعني البعد عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن منهج الصحابة وآل البيت، وإنما هو يأخذ هذه الاعتقادات من مراجعه دون تمحيص لها، ولذلك فيعتذر مثل هؤلاء العوام ومثل هؤلاء الذين يجتهدون لأنهم لا يعرفون الحق وإنما ضللوا، يعتذر لهم ويتطلب معهم الحوار حتى نصل إلى الحق. ولهذا هناك كثير من القضايا التي نتفق جميعا نحن أهل السنة والشيعة فيها. حب أهل البيت هذا اعتقاد نعتقده ونتقرب إلى الله تعالى به، وكأني بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وقد أخذ ابنه الحسن أو الحسين رضي الله عنهما إلى صدره وضمه إليه، وكان صغيرا عند بيت السيدة الجليلة فاطمة رضي الله عنها، وقال: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. قال: اللهم إني أحبه فأحبه يا ربي وأحب من يحبه. ونحن نشهد الله تعالى والملائكة والناس أجمعين نشهدهم أننا نحب آل البيت وأننا نعظمهم ونقدر لهم قدرهم، وأننا نتقرب إلى الله تعالى بحبهم، ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأداء الحق والواجب فيهم كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورعاية لخاطره الشريف. ولذلك أقول إن المنطلق الذي ننطلقه ليس حاشا لله أن يكون ظلما، حتى لو فهمنا أن فلانا من الناس عنده اتجاهات التشيع أو اتجاهات التي يمليها عليه مراجعه، فإنه مع خطأه يجب أن يكون هذا بالعدل وأن يكون بالحكمة وأن يكون بالحق وأن لا يظلم شيئا. هكذا هو منهج أهل السنة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. میگه دیدگاه ما اهل سنت چه با شیعیان چه با همه طوائف بر مبنای اون چی که از قرآن و سنت میگیریم بر مبنای عدل و انصافه، برای که اونها ما اهل سنت با کسانی که باشون مخالفیم نگرش ما نگرش رحمت و عطف و حرص بر هدایتشونه. این که ما همگی مراد خداوند را که حق و هدایت محقق نماییم. حتی با یهود و نصارا هم روش ما باید چنین باشه، و برای که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم خداوند بهش گفته که و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ما تو را جز رحمت بر جهانیان نفرستادیم. و روش او، سیره او با کسانی که او را اذیت کردند
خود پیغمبر را اذیت کردند، عدل و رحمت بود تا اینکه اونها را به حق و خیر بکشونه. و اختلاف با شیعیان هم بر این مبناست. اگرچه شیعیان همگی یک روش ندارند، بعضیاشون به اهل بیت نزدیکترند، بعضیاشون دورترند، بعضی از شیعیان هستند که اصلا اباطیل رو قبول ندارند، بعضی هستند که مقلد مراجعند و نمیدونند حقیقت چیه. ولذا راه درست اینه که با همه به گفتگو بنشینیم تا حق و حقیقت متجلی بشه. حب اهل بیت، دوستی اهل بیت اعتقاد ماست. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم حسین رو بر سینه‌اش گرفت و گفت که ای خدای من اونو دوست دارم، تو هم اونو دوست داشته باش و کسانی که او را دوست دارند اونو دوست داشته باش. که ما خدا را گواه میگیریم، ملائکه رو گواه میگیریم، مردم رو گواه میگیریم، همه مردم رو که ما اهل بیت رو دوست داریم، اونها رو تعظیم میکنیم و به حبشون دوستیشون به خدا نزدیک میشیم. به خاطر همه اینها به خاطر کرامت و دوستی رسول خدا صلی الله علیه و سلم. پس دیدگاه ما دیدگاه ظلم نیست و اگر بفهمیم فلان شخص هم مقلد فلان مرجع، ما نباید برو ظلم کنیم. دیدگاه ما دیدگاه عدل و انصافه. تسمح لنا ناخذ تلفنات. السلام علیکم، بفرمایید. از الان تلفن بازه اگر کسی خواست. شبکه وصال. بله بفرمایید. شبکه میخوام با آقای عبدالرحیم صحبت کنم. بفرمایید، در خدمتتونم. مهمان ما دکتر خالده، دکتر خالد شاه، مهمان ایشونه. بفرمایید. ممنون قربان. بفرمایید. الو جانم بفرمایید. شما رو ایر هستین. من از کردستان عراق زنگ میزنم. سلام بر شما برادران کرد. بفرمایید. جناب شیخ خودتی؟ بله بنده هستم. بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام. سلام میگم به شیخ خالد از عربستان سعودی. جناب آقای عبدالرحیم، کردستان العراق. ما یک سوال ندارم. من استغاثه میخوام از شما و از آقای شیخ خالد. ما در عراق یه مصیبتی به سرمان آمد، همین متعه تازه اومده تومان و یعنی جوانان ما میکشن به بدبختی. حتی حالا در بغداد من دیدم کتیبات هست به نام اهل سنت، میگن متعه اهل سنت این توزیع میکند. این جوانانی که ملتزم نیستن دنبالش میرن و میخوام با آقای خالدم صحبت کنم اگر گوشی بهش بدی. نه گوش، شما صداتون رو همه مردم میشنوند، ایشون هم میشنوه، صداتون رو ایره، همه میشنوند. بفرمایید. خالد السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شيخي يعني من العراق كلمة وما عندي سؤال، بس عندي استغاثة أريدك تستغيثنا. شبابنا ترى يعني راح يدمرون والله العظيم قسما بالقرآن، يعني دا يوزعون كتيبات يعني باسم أهل السنة وألوان تقريبا يعني مزركشة ينسبوها إنه إحنا أهل السنة هم عندنا متعة. تستغيثنا شبابنا ترى يدمرون والله العظيم قسما بالقرآن. فأنتوا على يدك على القنوات مالتكم العربية يعني يسمى هنا ما يشاهدون الجمهور العراقي، تعرف اللغة مالته عربية، ما يشاهد هذا القناة. القناة صفا وصال العربية لم يتكلموهم وتحذروهم والله العظيم. يعني المتعة صارت يعني هنا ساعة ربع ساعة. طيب جزاك الله خير. جزاك الله خير. شبابنا أهل. نعم بارك الله فيك. خلاص خير متشكرا. أجيب عن ذلك إن شاء الله. وريحني من الترجمة أيضا. طاجيكستان بفرمایید. الو بفرمایید. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. تاجیکستان هستید؟ بله. بفرمایید. من از تاجیکستان هستم. بله بفرمایید. تلویزیونتون رو ببندید. السلام علیکم آقای ملازده. علیکم السلام و رحمت الله. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من سوالی داشتم. بله. من
میخواهم در باره یعنی نکاح متعه به ما یک معلومات میدادید، چرا که بعضی ها میگویند که نکاح متعه زمان حضرت پیامبر هم وجود داشت. بسیار چشم توضیح میدم. چشم. سوال دیگری ندارید؟ السلام علیکم، بفرمایید. الو، از کجا زنگ میزنید؟ از افغانستان زنگ میزنم. از افغانستان. تلویزیونتون رو ببندید. سلام برکات. علیکم السلام ورحمت الله. بفرمایید. تلویزیونتون رو ببندید، بفرمایید. بفرمایید. سلام بر شما. بله آقا، وقت رو تلف نکنید، هر چه زودتر حرفتون رو بزنید. وقتتون رو تلف نکنید، شما رو ایر هستین، حرفتون رو بزنید. سلام آقای ملازم، شما خوبه؟ سلامت باشین، بفرمایید. اگه بیشتر از این ادامه بدی قطع میکنم، هر چه زودتر حرفتون رو بزنید. السلام علیکم، بفرمایید. سلام، تلویزیون وصال فارسی؟ بله، از کجا زنگ میزنید؟ از اصفهان. سلام جناب آقای ملازاده. سلام بر شما، بفرمایید خواهر محترم. سلام، خیلی خوشحالم که با شما تماس میگیرم آقای ملازاده. سلامت باشید. من واقعا الان تقریبا 2 ماه هستیم برنامه شما رو تماشا میکنم و واقعا من خودم البته بگم که سنی بودم، از خانواده سنی، ولی به طریق شیعه بزرگ شدم به خاطر مدرسه که میرفتیم و دوستان و اینا، و واقعا از شما متشکریم. خواهش میکنم. سلامت باشید. دین ما رو الان به ما نشون دادید، واقعا بهمون گفتید که چه دینی داریم و چقدر باید احترام این دین رو داشته باشیم و از خدا تشکر کنیم که آدمای و کسای و استادایی رو مثل شما آوردن و دین ما رو دارن بیشتر به ما میشناسونن. آقای ملازاده واقعا یعنی نمیدونم چجوری از شما تشکر کنم و واقعا خوشحالم که میتونم باهاتون تماس بگیرم. از شیخ خالد هم واقعا تشکر میکنیم که اومدید، واقعا از این برنامه هاتون استفاده میکنیم و خوشحالم. فقط بگم که یعنی من روزی که اگه هر چی نباشه 2-3 ساعت برنامه‌های شما رو حتما تماشا میکنم. خواهش میکنم. خدا اجر شما واقعا با خدا. خیلی متشکرم. خیلی ممنون. زنده باشید. روز خوبی داشته باشید. سلامت باشید. خوشوقت شدم. خدا یارشون. خدا. سلام رحمت الله. سلام علیکم. کردستان عراق، بفرمایید. سلام علیکم آقای ملازاده. سلام بر شما، بفرمایید. عراق هستید؟ جانم؟ از عراق زنگ میزنید؟ بله، زنده باشین، بفرمایید. آقای ملازاده، یه سوال خدمت شما. ببخشید، مهمان شما بچه کجاست؟ جناب؟ الو. بله. بچه کجاست مهمان شما؟ مهمان ما از عربستان سعودی. از عربستان سعودی. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مهمان. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. یه سوال من از شما این از آقای ملازاده، آیا روز قیامت حضرت علی آن بچه‌ها میتونه دعای خونشان که از عبدالرحمن، چون عبدالرحمن وقتی علی را شهید کردن اونم کشتن، خونش گرفتن دیگه، یعنی گناهش پاک نشده؟ حضرت علی چیکار میتونه بکنه؟ یعنی حضرت علی وقتی که عبدالرحمن شهید کرد. درست. درسته؟ ابن ملجم وقتی به اونو شهید کرد، بعد چی؟ آره دیگه، اونم کشتن دیگه، انتقامش گرفته. درست. اون روز قیامت دیگه نمیشه دعای خون کنن دیگه، پاک شده، این گناه کردن پاک شده. بسیار خوب، اینو توضیح میدم. این یه سوال برام سوال دیگه، یه خدا دیر تلویزیونم باز کردم، سوال این است از مهمان شما، خودم سنی ام. بله. ولی خب نگاه بکنم این سنی ها متاسفانه به نظرم خیلی مرده، یعنی بی سر صدا هست. ماشاءالله شیعه ها خیلی رسیدن. چشم، اینم توضیح میدم. یعنی اجازه بده، یعنی تقریبا ما بعد از انقلاب ایران دیدم مخالف دینشان و مذهبشان، ولی بعد از دیدم مثلا آقای خمینی آمد گفت شاه باید برد، ما باور ندید این شاه رفت، جنگ شروع شد،
گفت صدام باید دادگاهی بشه. ما بدون کربلا میگیریم، هرش دیدیم. الان هم میگن ما خودشم میگیریم و مسئولان اسرائیل هم دادگاهی میکنن. من باور میکنم دیگه روز هر چی کاری میشه انشالله. آقا اینا که زیر سایه امریکایی کار کردن، اونا نکردن. امریکا اومد کربلا رو گرفت. کاری کرده بالاخره صدام حمله کرد به ایران. صدام ایران گل کرد. خب این موضوع دیگریه. این موضوع الان ولی این موضوع رو بعداً توضیح میدم. من در جلسات خودم بارها اینو توضیح دادم. سلام علیکم، بفرمایید. الو. سلام علیکم آقای مرزا. سلام بر شما. از کجا زنگ میزنید؟ از کابل، افغانستان. از کابل. بله بفرمایید، سوالتون بفرمایید. سلام خدمت مهمان شما. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. بله. آقای مرزا، یک سوال راجع به اسقاط، ایله اسقاط که همی چه رقم ثابت همی به دست چه صحیح قرآن اگه دور میتن در افغانستان همی رواج هسته؟ چشم، اینو توضیح میدم. خیر بینی خدا. زنده باشین، خدا حافظ شما. سلام علیکم، بفرمایید. الو. سلام علیکم. سلام بر شما. از کجا زنگ میزنید؟ از وطی زنگ میزنم. آرش محمدی هستم. حال شما چطوره؟ سلامت باشین، قربان شما. بفرمایید. من عرض سلام خسته نباشید خدمت این مهمون گرامیتونم دارم. من الان یه چیز داور یه هفته است میخوام تلفنتون بگیرم ولی متاسفانه موفق نمیشم. خواهش میکنم. وقتی برادرها و خواهرها یادم تماس میگیرم همش اشغال میزنه. خواهش میکنم، بفرمایید. عرضم بزرگ شما میخواستم فقط اینو من به شما بگم. اولا که از شما خیلی تشکر بکنم بابت برنامه خیلی خوبتون. سلامت. من و خانومم مدت 5 ماه 4 ماه تقریبا هر روز برنامه شما رو نگاه میکنیم، چه زنده چه تکراری. و من یک افغان هستم که در ایران بزرگ شدم. بله. راستیتش بخواین شما من اصلا از راجب دین خودم نمیدونستم برای اینکه من اونجا مدرسه رفتم. بله. و فقط چیزی که پدرمون به ما میگفتن مثلا ما سنی هستیم و اینا شیعه هستن، در مدرسه مثلا هر چیزی که اونا به ما گفته بودن ما همونا رو یاد گرفته بودیم. و الان من واقعا ممنونم از این تلویزیون که ما رو خیلی کمک میکنن، واقعا کمکمون میکنن، واقعا راه راست به ما دارن نشون میدن. من 7 سال تو این اتریش تو مجلس امام علی میرفتم، من سینه نمیزدم ولی تو عزاداری ها شرکت میکردم. و از روزی که من شنیدم که سینه زنی و عزاداری شرک هست، نه خودم و نه خانومم اونجا میریم. خانوم من ایرانی شیرازیه و شیعه هم هستش، یعنی شیعه بود و از وقتی که برنامه شما رو نگاه میکنه کاملا از این کارا دست برداشته. الله اکبر. و دیگه هیچ وقت یعنی تو این حسینیه عزاداری امام در بیان شرکت نکردن اینا. شاید الان خانم من صدای من بشنوم چون من سر کار هستم، ایشون تو خونه حتما برنامه شما رو نگاه میکنه. سلامشون برسونید. و ایشون هم به من جناب سلامشون هم برسونید. بزرگیتون میرسونم آقای ملازاده. ایشون هم به من گفتن اگر من موفق شدم زنگ بزنم حتما سلام به شما برسونم. ما اینجا همیشه شهادتگو داریم. بله بفرمایید. زنده باشید. ما خیلی دوست داریم آقای ملازاده. سلامت باشید. خدا یار شما باشه. خیلی خوشحال شدم. فقط می‌خواستم از اون تشکر بکنم. قربان شما. سلامت باشید. در برنامه بعدی خدا حافظ شما. دوستان در برنامه بعدی من تلفن ها رو بیشتر باز میکنم چون ایشون الان وقت نداره. اول سؤال من الأخ من العراق الذي فهمتم سؤاله بالعربية وهو يستعين بنا أنه ماذا نفعل أن إيران أتى بهديته المعروفة النظام الإيراني وهي المتعة كما أفسد سوريا كما أفسد لبنان كما هم يفسدون العراق أيضا بالمتعة. أن الشعب العربي عموما غيور، الشيعة قبل السنة والسنة قبل الشيعة لنسائه، ولكن مع الأسف إيران بهذا المذهب الهدام بدأ ينشر فساد باسم الدين. كما أن في إيران نفسه أيضا هناك بيوت يسموها بيوت العفة، وهي بيوت للمتعة وللساعة ونص ساعة كما تعلمون، وتبناها رفسنجاني والآن أفسدوا المجتمع الإيراني. كيف تقفون أمام هذا الصد من الشهوات ومن الفساد اللي ينشرها إيران؟ نعم. بداية نقول يعني أن هذه الفواحش مرفوضة بالفطرة، ويعني واجبنا جميعا أن نرفض ذلك وأن ندرك أن هذا ضمن المخطط الإيراني الذي يريد أن يستغل
الغرائز في تمرير مذهبه ومقصده. وأنا أقول إن يعني إن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن يجعل في كل اعتقاد يخالف ما جاء به الأنبياء والمرسلون يجعل فيه شيئا يبين بطلانه. فكل العقول السليمة ولو لم يكن عند الإنسان دليل من شرع فإنه يستدل على أن هذا الاعتقاد وهذا المنهج وهذا المخطط إنما هو باطل ويراد به الإفساد. ولذلك ينبغي أن يدرك شباب الشيعة على وجه الخصوص وهذا دورهم والفتيات. ولذلك أنا أقترح حقيقة أن يكون هنالك مشروع عمل يتبناه الشباب والفتيات من الشيعة لأجل إيقاف هذا الظلم الصارخ نحو النساء في انتهاك أعراضهن. والمرأة ليست ألعوبة، فمنذ بزغت شمس الرسالة وجاء هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد أوقف هذا اللعب الذي كان قبل في الجاهلية، تم إيقافه وتحريمه ومنعه، لكن جاء المبطلون ليحيوه ويريدون بذلك يعني التسلل إلى أخلاق الشباب من الشيعة ومن غيرهم لأجل أن يمرروا مقاصدهم ويسقطوهم في هذه الجرائم والأوحال الآسنة. ایشون میگه که این نکاح مبتدی و امثالش اینا عین فواحش و بالفطره مرفوضه، هر انسانی فطرتا اینها رو رد میکنه و نقشه های رژیم ایران برای رسیدن به اهداف سیاسیش یکیش استفاده از این شهوت هاست، ولی هر عقل سالمی میدونه که اینها کارهای زشتیه و این نقشه ها باطله. ولذا جوانان شیعه، دختران و پسران شیعه باید زود متوجه این خطر باشند تا از این ظلم و تعدی بخصوص بر زنان جلوگیری کنند. این عمل مبتدی در زمان جاهلیت بوده، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اونو حرام کرده. أخ من تاجيكستان أيضا سأل نفس السؤال من العراق كأنه قال كلمة نعم. قال نحن نستغيث بك ومعناه لعله يقصد يعني نحن نستعين بك في هذا الأمر، لكن حتى نبين العبارة أنها يعني عادة تستخدم الاستغاثة لله سبحانه وتعالى، لكن لو استغاث الإنسان بأمر يقدر عليه الإنسان الحاضر القادر الحي الذي أمامه فلا بأس، لكن أنا أوضح يعني حتى لا تفهم خطأ. نه. ایشون حاشیه میزنه بر اون جمله استغاثه که برادرمون گفتند که ایشون مقصودش استعانته و این کلمه استغاثه فریادرسی مدد مخصوص خداونده و اگرچه اون برادرمون همچی هدفی نداشت. الأخ من أفغانستان صوته ما كان واضح. الأخ من نمسا الأولاني يقول أنا منذ شهرين أراكم أنا كنت سنيا لكني كبرت بطريق الشيعة ودرست عند الشيعة، ونشكر القناة أنه أعادنا إلى ديننا من جديد وعرفنا ديننا من جديد، ونشكر الله أنه هيا أمثالكم. يقول أنا يوميا أقل شيء 2 إلى 3 أتابع برامجكم حتى أستفيد. الأخ من العراق يسأل أولا بما أنه ابن ملجم الذي قتل سيدنا علي رضي الله تعالى عنه اختص، هل يوم القيامة أيضا يؤاخذ أم لا؟ بما أنه ماذا؟ اقتص. أي نعم. قال العلماء رحمهم الله هل الحد كفارة أو ليس بكفارة؟ هذا يعني مسألة بحثها أئمة العلماء، والصحيح أن هذا جزاؤه في الدنيا، أما في الآخرة فثمة حساب آخر، لأنه يعني بغض النظر يعني عن القاتل المقتول هنا علي رضي الله عنه وعبد الرحمن بن ملجم المجرم الشقي، أي إنسان يقتل آخر فإن القصاص في الدنيا هذا جزاء في الدنيا، بمعنى أنه كما أنه أنهى حياة هذا الإنسان بغير حق فكذلك تنهى حياته بالحق، أما في الآخرة فثمة حساب آخر. فما بالكم إذا كان هذا المقتول هو أحد أئمة المسلمين الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإن الجزاء عسير والعقاب شنيع، عليه من الله ما يستحق. عبد الرحمن بن ملجم قاتله الله وعذبه جزاء فعلته الشنيعة. برادری که گفتند که خامنه‌ای اومد هر چه گفت و انجام داد، بله در زیر سایه امریکا انجام داد. ويقول الأخ أن خميني قال نأخذ الكربلاء أخذ الكربلاء، قلت نعم أخذ الكربلاء ولكن تحت قيادة بوش بإمامة بوش وليس بإمامته هو.
وأيضا قال سنأخذ القدس. نعم، هم ربما يأخذون القدس أيضا بقيادة إسرائيل يقولون، ولكن خلاف ما يفعلون. الأخ يقول من كابول: ما هو حكم الإسقاط؟ إسقاط في هناك الرائج إذا واحد مات يجمع شيء من المال ويقول هذا إسقاط أو كفارة لذنوبه ومعاصيه. نعم، لا سمح الله المستعان. يعني إذا واحد مات ما صلى يجمع فلوس يتصدقوا، يقول هذا كفارة لقضاء صلاته أو لمعاصيه. الصدقة عن الميت عمل صالح وتفيد الميت، لكن إذا كان عليه ذنوب وآثام فلا نجزم أن هذه الصدقة تكفرها عنه. وأيضا إذا كانت حقوق للآخرين كدين وما إلى ذلك فيجب رده. أما الصدقة العامة فهي تفيده ثوابا وأجرا كما دل على ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أن تسقط عنه كل الذنوب والآثام فهذا علمه عند الله جل وعلا. می‌فرماد که صدقه درسته، لیکن اسقاط نه. برای که اسقاط ما نمیدونیم کدوم گناه رو میندازه، اما صدقه بدون شک به مورد نفع میرسونه. اما اسقاطی که فلان گناهشو معاف کنه نه، این درست نیست. الأخ أيضا اتصل من نمسا يقول: أنا منذ أسبوع أتصل ولا أحصل الخط، أنا وزوجتي من 4 إلى 5 أشهر ونحن نرى كل برامجكم الأحية والمكررة. يقول: أنا أفغاني ولكن كبرت في إيران ولم أكن أعلم ديني ودرست في مدارس إيرانية، ونحن نشر القناة أنه أعادنا إلى ديننا. أنا درست في مدرسة الشيعة 7 سنوات وكنت أقيم شعر العزاء تبعهم، وزوجتي أيضا، ولكن زوجتي من الشيراز وهي أيضا وكانت شيعية وتركت هذه الخرافات وهذه البدع بعدما تفرجنا القناة. والله الحمد والمنة. هذه بركات، نسأل الله تعالى أن يديمها وأن يزيد منها وأن يأجر الجميع على من تسبب، أن يأجر كل من تسبب في هذا الخير، إن ربي سميع مجيب. بارك الله فيكم، فرصة طيبة للقاء بكم وتشرفنا بكم كثيرا. وقتكم أنا أدري وقتكم غالي، وإذا تيسر الله إن شاء الله نجتمع مرة أخرى إذا كنتم هنا. وبارك الله فيكم. دوستان محترم، مهمان ما أنا سعيد أيضا، عفوا يعني أنا سعيد بهذا اللقاء، وخاصة أنه فرصة للحديث مع الشباب والفتيات من الشيعة. هذا العمر عليهم دور عظيم. أنا أكرر وصيتي لشباب وفتيات الشيعة أن دوركم عظيم في النهوض بمذهب الشيعة ليكون على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وتنقيته من الخرافات والبدع والضلالات. می‌فرماد که منم خیلی خوشوقتم از وجودم در اینجا، بخصوص با گفتگو با جوانان شیعه، دختران و پسران، و امیدوارم که اونها بتونن تشیع را نجات بدهند و او را بر منهج نبوی بازگردانند مثل اول. و خب دوستان محترم، این برنامه اندکی مختصر بود و امیدوارم که برنامه آینده که 20 دقیقه بعد انشاءالله شروع میشه تلفن های بیشتری بگیریم. خداوند یار و یاور همه شما باشه و فی امان الله تعالی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام ورحمة الله وبركاته.